السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم. جامر السدة أو الجامر العراقي هو قشطة الحليب المخثرة، وتكاد ما تخلو مائدة الإفطار العراقية من الجامر أو جامر العرب، وخاصة بالأعياد والمناسبات. والجامر راح يكون وصفتنا لهذا اليوم، واللي تتكون من مكون أساسي واحد، واللي هو حليب الجاموس الصافي الكامل الدسم والغير مخلوط. وممكن أن نستخدم حليب البقر الكامل الدسم أيضا غير مخلوط، لكن حليب الجاموس أفضل وأطيب. أخذ 3 لتر ونص من حليب الجاموس الكامل الدسم، وأخليهم بجدر عريض على درجة حرارة عالية جدا. وبعد أن يحمل الحليب شوية وبدأ يطلع من عنده بخار خفيف، أبدي أغرف من الحليب بواسطة كوب أو مغرافة أو أي شيء متوفر. ومن مكان شوية عالي أرجع أنزل الحليب إلى أن تتكون عندي رغوة كثيفة، وأستمر بهاي الطريقة مدة 3 دقائق تقريبا إلى أن تتكون الرغوة الكثيفة، واللي هي راح تكون وجه الجامر. ومن أشوف الحليب شوية يرتفع، وقبل أن يغلي أقلل الحرارة إلى هادئة جدا، أقل درجة، وأتركه لمدة 2 ساعات. وبعد 2 ساعات أطفي الحرارة وأتركه يبرد ويصير بدرجة حرارة الغرفة. وبعد أن يبرد تماما أغطيه وأخليه بالثلاجة أو أي مكان بارد لمدة يوم كامل. وبعد اليوم الكامل أطلعه من الثلاجة مثل ما تشوفون، وتكونت في الأعلى على الوجه طبقة ثخينة من الجامر. وهسه راح أحرر الأطراف بواسطة سكين، أقطع الجامر إلى شرائح بالطول حتى يسهل لمه. وهاي المرحلة هي أهم مرحلة، مرحلة لم الجامر. ألم الجامر بهاي الطريقة وبكل سهولة على شكل رولة، وأصبح عندي من 3.5 لتر من الحليب نص كيلو من الجامر اللذيذ. وهذا هو جامر السدة الأصلي، شكل رائع وطعم أروع، وممكن أن نقدمه مع الشاي والصمون العراقي الحجري مع العسل والمربى. طريقة سهلة واقتصادية ونظيفة، أتمنى أن تجربوها وأكيد راح تعجبكم.